السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. في البداية حابب أشكر كل إخواتي وحبايبي الناس المحترمين اللي واقفين جنبنا، طبعا بعد إحنا ما طلبنا منهم إن يساندونا بسبب الأزمة اللي بنمر بيها في القناة، وبيدعمونا على فيديوهاتنا حتى من قبل ما بيسمعوا الفيديو. والحقيقة ما حدش قصر، كلكم جوه قلبي وفوق راسي، أنتم دائما الظهر والسند، وإن شاء الله مكملين بيكم يا أعظم جمهور. تعالى بقى نشوف ايه القصه اللي دايره حاليا، وايه الكلام اللي داخل نادي الزمالك والصفقه التبادليه وعمر السومه وزيزو ومفاجاه مرتضى منصور. كلام كتير هنتكلم فيه بخصوص نادي الزمالك، ولكن خليني اقول لك ان هي حلقه ناريه. عشان كده انا عندي ثقه فيكم ان هتوصلوا الفيديو ده على الاقل ال 2000 لايك ان شاء الله، عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وقبل ما نتكلم في اي حاجه، احب انكم تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى كده نبدا مع بعض من عند الموضوع الشاغل، وهو قصه احمد فتوح اللي الجلسه بتاعته بكره، اولى جلسات محاكمته بكره. المفروض والفيديو بيوصلك دلوقتي يكون في وفد، او انت بتسمع فيديو دلوقتي يكون في وفد من نادي الزمالك متواجد في الاسكندريه في منزل الشهيد الاستاذ احمد السيد الشبك، اللي احتسبوا عند الله من الشهداء، ضحيه الحادث الاليم بتاع احمد فتوح، عشان يقدموا واجب العزاء. لا مش بس كده، كمان بعض من اسره، او بعض الناس من اسره احمد فتوح هيكونوا متواجدين كمان مع الوفد ده، عشان خاطر يتم تسويه كل شيء ويقدموا واجب العزاء، وان شاء الله يحصل الصلح. كلام كتير طالع ان اسره الشهيد طالبين 15 مليون جنيه، او خدوا 15 مليون جنيه دي، والكلام ده كله ده شرطهم للصلح. الكلام ده ملوش اساس من الصحه يا جماعه. الناس اللي بتطلع تهبد والناس اللي بتطلع تقول كلام، اتقوا الله، الموضوع ده ما فيهوش اجتهادات، الموضوع ده حساس الى ابعد ما تتخيل. احنا لما بنطلع نتكلم فيه بنكون بنحاذر وبنمسك نفسنا على قد ما نقدر، لان ما ينفعش. حط نفسك مكان الناس ديت، ربنا يعافيك ويحميك. حط نفسك مكان الناس دي. شرط الناس الوحيد، وده كلام المستشار مرتضى منصور، ان الاستاذ احمد سالم يطلع يقدم اعتذار رسمي على التصريحات اللي قالها ان الشهيد كان بيعدي الطريق برعونه والكلام ده كله. واحنا كلنا طلعنا انتقدنا الاستاذ احمد سالم، رغم ان هو طلع وضح القصه وما كانش بيقصد الكلام ده كله، ولكن ما كانش يصح الكلام اللي هو قاله. ده شرطهم الوحيد. طب هل هيكون في ديه ولا مش ديه؟ ما فيش ديه، اكيد هيكون في ديه، ودي حاجة شرعية بالمناسبة، ولكن لم يتم الاتفاق على موضوع الدية لحد دلوقتي، ولكن هيتم تحديدها بمشيئة الرحمن بنسبة كبيرة أثناء الجلسة بتاعة الوفد اللي هيكون متواجد من نادي الزمالك وأسرة أحمد فتوح، اللي بيترأس الوفد الأستاذ هشام نصر، وكمان شيكابالا ومحمد أشرف رؤى، وكمان محمد عبد الشافي والكابتن عبد الواحد السيد، وبعض من اللعيبه على ما علمت ان مصطفى الزناري كمان متواجد، وبعض الاداريين من نادي الزمالك. فالمستشار مرتضى منصور بيقول ان شاء الله خير، وبيطمن كل الجمهور بمجرد ان شاء الله في الجلسه بكره الناس يقولوا ان احنا صالحنا خلاص وخدنا الديه. العقوبه بتاعت او التهمه بتاعت احمد فتوح القتل الخطا طبعا هتتشال من عليه، هيتبقى بس هي عقوبه واحده، وهي او قضيه واحده، وهي قضيه التعاطي للمخدر وان شاء الله الامور تكون سليمه، ونشوف القصه هتروح فين. والقضاء ان شاء الله القضاء المصري النزيه عندنا ثقه كامله فيه بمشيئه الرحمن. ده كل ما يخص قصه احمد فتوح. فاي كلام هبد، اي ناس بتهري في الموضوع ده، كله مجرد اجتهادات وكله كلام كذب وان شاء الله خير بمشيئه الرحمن. طيب ده الموضوع الاول. تعالى بقى ندخل على الموضوع الثاني. قبل ما ادخل على الزمالك، عاوز اقول لك خبر بخصوص النادي الاهلي. الاهلي بيقرر توجيه الشكر للكابتن خالد بيبو، بيقولوا له شكرا كتر خيرك على الفتره اللي قدمتها، ولكن كان في بعض الاسماء المطروحه ان يتولوا مسؤوليه مدير الكوره، اي اسم فيهم خلافه للكابتن خالد بيبو. كان على راس الاسماء ديت طبعا عماد متعب، ومحمد شوقي اللي مع حفظ الالقاب والكابتن علاء ميهوب، والكابتن محمد يوسف، والكابتن وليد صلاح الدين، والكابتن وائل جمعه، والكابتن وليد سليمان. ولكن الاسماء دي كلها تم استبعادها ان هم اي حد فيهم يكون متواجد، خلافه للكابتن
خالد بيبو، ولكن تم طرح اسم الكابتن عماد النحاس وتم قبوله يعني بشكل كبير من قبل مسؤولين النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. وفي خلال ايام قليله هيتم الاعلان عن اسم الكابتن عماد النحاس هو مدير للكوره داخل النادي الاهلي، ويبدا الموسم الجديد مع النادي الاهلي. ده بخصوص النادي الاهلي. تعالى بقى نخش في قصه هروب جوميز خلاص سافر بعد المباراه بتاعت بلديه المحله عشان اجازته. ففي ناس بتقول ده هرب وناس بتقول ما هوش راجع. بص، عاوز حضرتك تبعد رايك في جوميز دلوقتي، ولكن انا هقول لك الاخبار والكواليس اللي بتدور داخل نادي الزمالك. رايي معروف في جوميز، انا غير مقتنع بيه، حال زملكاويه كتير. ولكن خلينا نتفق على حاجه، السكواد الحالي اللي مع نادي الزمالك لو انا جبت لهم اعظم مدرب في العالم انا مش هقدر احكم عليه مع اللعيبه ديت. فدي حاجه بس عشان نحطها قدام عينينا يعني، ولكن انا في المجمل غير مقتنع بيه، حال زملكاويه كتير. ولكن تعال نشوف الكواليس اللي بتدور. مسؤولين نادي الزمالك متخوفين من قصه كارترون تتكرر تاني، ان جوميز خصوصا ان جاي له عروض يعني من الخليج وكده، الراجل ان هو مشي خايفين ان هو ما يرجعش. في ناس هتقول يا عم بركه يا جامع يا رب ما يرجع. لا، هقول لك حاجه، الناس خايفه ليه؟ الناس خايفه لان اول حاجه هم مقتنعين بجوميز، تاني حاجه الناس خايفين لان اللعيبه بتحب جوميز واللعيبه مقتنعه بجوميز، وفي توافق يعني وألفة ما بين جوميز ولاعيبه نادي الزمالك. وده شفناه في تصريحات لعيبه كتير، يعني عمر جابر وعبد الله السعيد واحمد السيد زيزو. لعيبه الزمالك كلها في تصريحاتها بيقولوا ان جوميز يعني واخد كتير، يعني جزء من كارترون، جزء من فيريرا، جزء من جروس، يعني عامل كوكتيل كده. واللعيبه كمان يعني مرتاحه معاه نفسيا. دي حاجه. تاني حاجه، هروب جوميز لو حصل او ما رجعش النادي الزمالك هيحصل تفكك في الفرقه، خصوصا ان انت عندك مباراه يوم 27 في السوبر الافريقي قدام النادي الاهلي. فده تخوف من مجلس الاداره. ولكن خليني اقول لك حاجه، جوميز مش هيخرج، جوميز هيرجع. ليه؟ جوميز خد جزء كبير طبعا من مستحقاته، خد 3 شهور وكمان خد مكافأة الكونفدرالية، والراجل مبسوط وتعشت معاه وتمام التمام. وكمان الراجل ساب توصيات له قبل ما يمشي، ده معنى ان هو راجع. التوصيات، جوميز عن نفسه طالب اكتر من 6 7 8 9 صفقات، ولكن بيقول نظرا لظروف الزمالك الماديه يعني، وانا عارف الازمات الماليه في نادي الزمالك، فانا هقول الاولويات اللي انا محتاجها. نادي الزمالك في حال ان هو ما جددش لعواد، ولكن هو بيوصل التجديد لعواد، بيقول لازم تجددوا لعواد. مش معنى ان هو مقتنع بعواد ان هو احسن حارس مرمى في مصر، لا، الراجل مقتنع ان مفيش حراس مرمى في مصر عموما يعني، ولكن عواد مع الفرقه ومتاقلم مع الفرقه والكلام ده كله. في حاله لم يتم التجديد لمحمد عواد لازم يكون في حارس مرمى، لان الراجل مقتنع ان محمود الشناوي ده حارس ثالث، ما ينفعش يعني يكون حارس اول او حارس ثاني. وبصراحه عنده حق. محمد صبحي عارفين هواه وبتاعه والقصه وبتاعه واصاباته والحكايات دي. فاذا من اولويات جوميز في حاله لم يتم التجديد لمحمد عواد يكون في التعاقد مع حارس مرمى. تعال على الخط الدفاع، قال لك يا عم مش مشكله، انا راجع للمسلوسي، راجع للونش، راجع لحسام عبد المجيد، كمان معايا المسلوسي. كمان المفاجاه الكبيره ان الراجل مقتنع بمصطفى الزناري، فقال لك يا عم كده مش مشكله، الدنيا هتبقى تمام في السرد باكات، فالدنيا معاه تمام يعني في المساكين، فما فيش ازمه خالص. كمان كان عاوز باك يمين، ولكن قال لك مش مشكله، عودة أحمد محمود مع عمر جابر مفيش مشكلة، الدنيا هتبقى تمام والقصة هتبقى ماشية مفيش مشكلة خالص. ولكن لازما ولا بد ظهير أيسر، خصوصا أزمة أحمد فتوح يعني ربنا يعني يطلعه منا على خير بمشيئة الرحمن. كمان يعني مين اللي هيكون متواجد، مين اللي هيشيل الجبهة ديت؟ محمد عاطف مش مكانه، محمد عاطف بيلعب جناح شمال، محمد عاطف بيتظلم لما بيتحط في المكان ده وبيكون عنده أخطاء يا جماعة، لان ده مش مكانه الطبيعي.
كمان طب عمر جابر انت هتوديه هناك، طب مين اللي هيلعب في المكان ده؟ فالراجل من الاولويات واللي اكد عليها التعاقد مع ظهير ايسر وحارس مرمى في حاله عدم التجديد لعواد. يبقى كده صفقتين في حاله عدم التجديد لعواد. طيب كمان قال لك نص الملعب انا مركز 8 ومركز 10 مليان وتمام و100 100، بس انا عاوز لاعب يعني لو امكن في مركز 6 لو امكن. موضوع الجناح الشمال الجناح اليمين قال لك مش مشكله، زيزو تمام ويسد في القصه ديت وهنمشي نفسنا والدنيا هتبقى تمام، ولكن بيأكد على تواجد ظهير جناح شمال، وبالاخص يعني بيقول اشرف بن شرقي. انا عاوز اشرف بن شرقي، ولو امكن تجيبه كمان جناح شمال غير اشرف بن شرقي، يعني اشرف بن شرقي واحد كمان. وراس حرب، راس حربة أجنبي وراس حربة محلي. الأجنبي الراجل بيأكد عليه إن لازم يكون متواجد، والمحلي للأسف الراجل يعني بيقول أنا مش مقتنع بحسام أشرف، مش عارف إزاي. المحلي بيقول يا ريت لو تجيبهم أحمد ياسر ريان، يعني الراجل مقتنع بأحمد ياسر ريان أكتر من حسام أشرف، إزاي مش عارف. مع إن أنا شايف إن حسام أشرف الراجل اللي بيلعب مع البلدية اللي معلش مش الاسكواد اللي هو، والراجل يعني متفوق على احمد ياسر ريان في تحرير في احراز الاهداف. انا من وجهه نظر حسام اشرف افضل، ولكن دي وجهه نظر فنيه، دي طلبات انا بنقل لك الكواليس اللي بتحصل وطلبات جوميز. فطلبات جوميز زائد ان خد مستحقاته يعني ومكافاه الكونفدراليه والكلام ده كله، ده اكبر دليل ان الراجل راجع. طب امتى رجوعه؟ رجوعه في حاله نادي الزمالك بمشيئه الرحمن ربنا يكرمه يعني ويوصل يعني للقبل النهائي في كاس مصر، هيكون متواجد ويقود الفرقه، او على يعني اقصى حد يعني ان هو يقود النهائي بمشيئه الرحمن. ده بخصوص جوميز. طيب تعالى نروح على عمر السومة، اللاعب السوري صاحب ال 34 عام اللي لعب لأندية كتير وحاليا بيلعب لنادي العربي القطري. مهاجم عمر السومة اللي هو يعني أفضل مهاجم على مستوى آسيا خلال آخر 10 سنين. عمر السومة اسمه دايما بيرتبط يعني بالأندية المصرية، بالتحديد الأهلي والزمالك. إيه القصة وإيه اللي بتدور؟ في ناس بتقول ان الزمالك تواصل، الكلام ملوش اساس من الصحه، كلام الزمالك تواصل ملوش اساس من الصحه، القصه كلها قصه وكلاء ووسطاء وناس محبين لنادي الزمالك بداوا ان هم يتواصلوا. وانا بقول لك ان دي زقه من نادي العرب القطري. زقه ليه؟ كانوا مقدمين عرض لاحمد السيد زيزو ب 3 مليون دولار، واللي انا اعرفه او اللي انا يعني المعلومه اللي جات لي ان في خلال الساعات اللي جايه هيعلوا العرض ل 5 مليون دولار. العرب القطري يا عم مش تراجع، لا العرب القطري ما زال الملف بتاع احمد السيد زيزو مفتوح عندهم لحد دلوقتي. طب ايه القصه؟ في تواصل، ده اجتهاد مني انا بقى. ليه؟ ايه اللي خلى الوكلاء يتكلموا في قصه عمر السومه؟ ايه اللي خلاهم يتكلموا؟ اذا ان دي ممكن تكون زقه من العرب القطري ان عمر السومه يروح لنادي الزمالك، مفيش مشكله، واحنا ناخد احمد السيد زيزو ونرفع الفلوس او العقد بتاع احمد السيد زيزو. طيب عمر السومه بياخد ارقام كبيره. في كمان حاجه انطرحت، ايه هي؟ ان نادي العرب القطري يتحمل جزء من راتب عمر السومه مع نادي الزمالك، زي ما الاهلي بيعمل يعني كده. شفنا الاهلي يعني بيعمل عمل كده في كريستو في اللعيبه اللي هو بيطلعها اعاره بيبقى مرتباتها عاليه، فالاهلي بيشيل جزء من مرتباتهم، بيساعد في جزء من مرتباتهم مع الانديه اللي هم طالعين لهم اعاره. هل احنا ممكن نشوف زيزو يروح العرب القطري؟ هل ممكن نشوف زيزو يجدد لنادي الزمالك ويروح اعاره للعرب القطري بس يجدد؟ اللي انا عاوز اقوله لك ان زيزو في تصريح يعني طلع شفناه على القاهره 24 ومش عارف على كوره بلس، ولكن انا ما سمعتوش على لسان زيزو، انا سمعته في المواقع دي ان بيقول لو مجلس اداره الزمالك عاوز يبيعني يطلع بيان رسمي ان هو هيبيعني. اذا الكلام ده لو صحيح يبقى زيزو بيسلم مجلس الاداره تسليم اهانه. ليه؟ زيزو اللي انا عارفه وعاوز يعني اللي انا عارفه بما يرضي الله عايز يكمل في الزمالك، وعاوز ان هو يكون يعني اسطوره من اساطير نادي الزمالك، وهو قال الكلام ده بنفسه.
وشايف حب الزمالك جمهور الزمالك له، وشايف هو حب الجمهور الزمالك عامل ازاي يعني، فهو عاوز يفضل. انا ما سمعتش التصريح ده على لسان زيزو، ولكن سمعته على مواقع رياضيه كتير. بس اللي انا عاوز اقوله لك، لو مجلس الاداره عاوز يجدد لزيزو، والكلام ده انا قلته لك يمكن 5-6 مرات في 5-6 فيديوهات فاتهم، هيجدد لزيزو. ايه النيه وايه الضمير يعني اللي داخل مجلس اداره نادي الزمالك واللي هم عاوزين يعملوه في قصه زيزو؟ لحد دلوقتي والله العظيم ما اعرف. الناس مكتمين يعني. شفت واحد بيقول لك نفسه مش عارف في ايه وبيقول ايه. هما شايفين ان ممكن زيزو ده يكون الفرخه اللي بيبدلوهم بيضه ذهب، شايفين ان زيزو ده ممكن يحل ازمات كتير، شايفين ان احنا ممكن نجيب عمر السومه، خصوصا ان هو مهاجم قوي يعني، ونادي العرب القطري يتحمل جزء من الراتب بتاعه، وزيزو مثلا ممكن يروح العرب القطري برقم كبير، او ممكن يروح نجدد له ويروح اعاره برقم كبير. الله اعلم. عموما خلال الساعات اللي جايه هي اللي هتبين كل حاجه يعني. اكتفي بهذا القدر يعني عشان ما اطولش على حضراتكم. يمكن اول فيديو ان احنا نطوله للمده ديت، بس كان مهم ان انا اقول المعلومات واقول الاخبار ده عشان اوضح الحقيقه للناس. بتمنى تشاركوني برايكم في التعليقات على المواضيع اللي انا اتكلمت فيها، وكمان بتمنى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديدنا. عاش الزمالك، وعاش حبه في قلوبنا، وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.